السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده نيجي اشرح لكم لعبة لسه نازلة من حوالي يوم. اللعبة اشرح لكم فيها ازاي تلعب اللعبة، ازاي تسحب فلوسك من اللعبة، وازاي تجمع فلوسك اصلا في اللعبة، وازاي تعمل كل حاجة في اللعبة، واشرح لكم كل تريكات في اللعبة وكل حاجة في اللعبة. كل اللي عليك بس انك تدعمني باللايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتكتب لي تعليق حلو وتصلي على سيدنا محمد في التعليقات. ويلا بينا نخش في شرح اللعبة على طول. نخش في الموضوع على طول. وطبعا يا صديقي هسيب لك رابط اللعبة في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت. اول ما تضغط على الرابط هيدخلك على جوجل بلاي، هتحمل اللعبة وبعدين هيعمل تسجيل دخول في اللعبة. هيطلب منك تسجيل دخول، هتدخل بحساب الجيميل او بحساب الفيسبوك. فانا اخترت حساب الجيميل ودخلت بيه وبعدها ظهر لي الواجهة دي. وتعالى دلوقتي نشوف ايه هي اللعبة اصلا. لو ضغطنا على كلمة بدء اللعبة، وخلي بالك عشان اللعبة لها محاولات، يعني ايه بيدوك 12 قلب 12 قلب يعني 12 محاولة، تمام. وطبعا بيبقى في عد تنازلي، كل ما بيخلص كل ما بيزودوا لك قلب زي ما موجود قدامك اهو، تمام. بعدها هنضغط بدء اللعبة علشان نخش ونشوف ايه هي اللعبة اصلا. لعبة سهلة جدا. واول ما بتضغط على بدء اللعبة بيظهر لك الواجهة دي، بيقول لك خلي البنت دي توصل للراجل ده. فبتعمل ايه؟ بتضغط على المفتاح ده كده اهو، بص، بتروح تقرب منه وبعدين بتضغط على المفتاح اللي بعده. اللعبة سهلة جدا واللي بعده لحد ما بتوصل له زي كده. كده انت كسبت. هي اللعبة سهلة جدا، بتكسب طبعا. الحاجتين دول هقول لك ايه استخدامهم برضو، تمام. هنعمل تأكيد. وهي دي كانت اللعبة. وطبعا عندك عملتين في اللعبة، العملة الخضراء والعملة الذهبية زي ما موجود قدامكم. ازاي بقى نجمع العملة الخضراء وازاي نجمع العملة الذهبية؟ انت تقدر تجمعهم بكذا طريقة. اول طريقة من دعوة الاصدقاء، تاني طريقة من المهام، تالت طريقة من التقدم. التلات حاجات موجودين في اسفل الشاشة هم، تمام. فاحنا مثلا هنخش على دعوة الاصدقاء اول حاجة. بعدين هنا بيجي لك دعوة الاصدقاء، عايز تدعو صديق وهو يكسب فلوس وانت تكسب فلوس في نفس الوقت، بتضغط على دعوة الان وبعدين بتعمل نسخ اللي هي اول حاجه. يعني كده انت نسخت الرابط بتاع اللعبه، بتبعته لصديقك واول ما بينزل وبيلعب بيبدا يلعب في اللعبه، فانت بتكسب فلوس. ازاي بقى صديقك اللي انت بعت له الرابط يكسب فلوس؟ لو قلنا في حاجه عندك اسمها دعوه المعرف، لو عملتها نسخ واديتها لصديقك وهقول لك صديقك يحط المعرف ده فين، ده هو كود الدعوه، تمام. وبعد ما بتبعت كود الدعوة لصديقك، صديقك بيخش في نفس الواجهة اللي احنا فيها دي كده وبينزل تحت خالص لحد ما يجي حاجة اسمها املأ المكافأة الهوية دي. وبعدين هنا بيضيف الكود اللي انت لسه بعته له اللي هو ده الكود بتاعي، اكتبه عندك علشان يجي لك 50 من العملة الخضراء وبعدين يعمل تقدم. بس ده عشان الكود بتاعي فمش هينفع يتفعل معايا، تمام. وبكده نكون شرحت لكم ايه هي دعوة الاصدقاء. دلوقتي تعالوا نخش ونشوف المهام اليومية اللي هي بعدها على طول. وعندك في المهام اليومية اول مهمة تم الانتهاء منه 5 مرات. اول ما بتضغط على كلمة لعب بيظهر لك واجهة زي دي، بتنتظر فيها حوالي 60 ثانية يعني دقيقة. وبعدين بتضغط على السهم اللي فوق ده. وطبعا علشان انا ما كملتش المهمة فهو بيقول لك لسه المهمة ما اتكملتش، فانا طبعا عشان بشرح لك اللعبة فمش هكمل المهمة، فهضغط لا يزيل للعودة اللي هي الجملة اللي تحت دي. وبكده عرفتك اول مهمة ازاي تعملها. تاني مهمة بقى اللي هي كل فيديو ده انت لو ضغطت على كلمة الانهاء فبيظهر لك اعلان، بتسمع الاعلان. انت عندك 5 اعلانات لازم تسمعهم علشان تخلص المهمة دي. فانت بتسمعهم بتعمل انهاء وبعدين بيقول لك انتظر مش عارف لمدة 30 ثانية وبعدين بيجي لك المهمة دي تاني، وهكذا لحد ما بتسمع 5 اعلانات وبتخلص المهمة دي كمان، تمام. وبعدها المهمة اللي بعدها على طول اللي هي تالت مهمة، المقاطع الفيديو التراكمية. ايه المقاطع الفيديو التراكمية دي؟ كل الفيديوهات اللي انت بتسمعها وانت بتلعب اللعبة دي، كل الاعلانات. يعني بص، المهمة اللي هي بتاعت كل فيديو دي بيبقى لها كام اعلان؟ 5 اعلانات، تمام. انت بتسمعهم فهم بيتضافوا معاك في مقاطع الفيديو التراكمية. مقاطع الفيديو التراكمية هو المفروض تسمع 10 اعلانات، فانت بتضيفهم ويبقى فاضل لك 5 اعلانات، فبتقدر تسمعهم وانت بتلعب اللعبة. لان ساعات بيجي لك محاولات وكده بتخسر في محاولة فبيقول لك لازم تشاهد اعلان علشان تعدي المحاولة دي وهكذا. واكيد انتوا عارفين وفاهمين كل حاجة، تمام. وبعدها المهمة اللي بعدها على طول اللي هي اجتياز مستوى. اجتياز مستوى دي يعني انت بتلعب، يعني اول ما بتخلص المستوى بتاعك اللي هو اللعب، يعني بتعمل بدء اللعبة وبتبدأ تلعب وبتخلص المستوى بتاعك، كده انت خلصت اول اجتياز مستوى. المهمة اللي بعد كده اللي هي مستوى 3 نجوم. لو جينا ضغطنا على كلمة انهاء اللي هو يعني انت بتلعب اللعبة وبعد ما بتخلص اللعبة، يعني اول ما بتضغط على بدء اللعبة وبتبدأ تلعب لعبة وما تخلص اللعبة هو بيديك نجوم. وجينا نشوف هتلاقي اهوت موجود 2 من 5. يعني انا نفذت عشان لعبت مستويين فانا خدت نجمتين، وانت لازم تاخد 5 نجوم يعني تلعب 5 مستويات، تمام. المهمة اللي بعد كده اللي هو الوقت عبر الانترنت. الوقت عبر الانترنت يعني انت فاتح اللعبة وبتلعبها قد ايه.
هو المفروض بيدانيك فاتح اللعبة لمدة 30 دقيقة، بس هما مش 30 دقيقة بالظبط، تمام. وفي عندك برضو علشان اقول لك على حاجة، المهام اليومية دي لازم تنفذها في وقت محدد. يعني ازاي؟ يعني لو جينا بصينا فوق اهوت اعادة ضبط العد التنازلي، اعادة ضبط العد التنازلي دي لما بيخلص المهام دي بترجع، حتى لو نفذت كل المهام الا مهمة واحدة والعد التنازلي دي خلص، فالمهام بترجع لك تاني من الصفر زي ما موجود قدامك كده، تمام. وانت برضو بتنفذ المهمات، في حاجة كمان بتكسبها وانت بتنفذ المهمات. كل ما بتنفذ مهمة كل ما بتفتح صندوق من الصناديق اللي موجودة قدامك دي. يعني اول صندوق بتفتحه بتاخد فيه الجايزتين اللي موجودين دول، تاني صندوق وهكذا لحد لرابع صندوق، وبعدين بتفتح بقى لحد الاخر وهكذا زي ما موجود قدامك اهو. وطبعا يا صديقي لو انت عايز تجميع تلقائي زي ما موجود قدامك اهوت، بيقول لك يتم تفعيلها بعد دعوة ما يجمع 10 اصدقاء شخصيا. يعني انت بتدعو 10 اصدقاء وبعدها بتعمل تفعيل، فهنا بيجمع لك على طول وانت بتلعب اللعبة بتنفذ المهمات دي طبعا، فهو بيجمع لك المهمات دي بعد ما بتدعو 10 اصدقاء، تمام كده. احنا عرفنا ازاي نجيب العملة الخضراء وازاي نجيب العملة الذهبية. لو جينا برضو ضغطنا على العملة الخضراء زي ما موجود قدامك اهوت، وفي عندك اللي هي الحاجة دي بيقول لك لازم تحول منها الخمسة من دي بتحولها ب 95 من العمله الخضراء. انت ازاي بقى بتجيب دي؟ لو جينا بصينا في اخر حاجه اللي هي في اخر حاجه في الصناديق دي، هتلاقي موجود منها واحده انت بتجمع منها 5، وبعد ما بتجمع الخمسه على طول بيتضافوا لك هنا، وبعدين تقدر تحولهم هنا. وبعدين هنضغط على علامه الاكس ده عشان نكمل شرح، وبعدين هنضغط على السهم ده. بعدها في حاجه على طول في ريحه اللي اسمها التقدم. التقدم ديت ان انت بتجمع فيها العملات الخضراء. يعني هنا بقول لك ايه، الفصل 1 تقدم المستوى. هو المفروض ان انا بلعب 10 مستويات، فانا لعبت مستويين فانا لسه لي 8 مستويات وهكذا. والنجوم نفس النظام زي ما قلت لك، بتجمعهم الصفين دول وبتكسب عليهم. يعني هنا هتكسب 95 45 20 اللي فوقها اللي هي التقدم في المستوى، فانت لو جمعتها هتكسب 70 من العمله الخضراء. وطبعا في عندك المهمه اللي هي اللي فوق دي اللي بيقول لك جمع 60 نجمه. انا مجمع 6 نجوم بس، بيقول لك المكافاه النجوم اول ما بتجمع 60 نجمه بتاخد 95 من العمله الذهبيه. بعدين هضغط على السهم علشان نكمل شرح. في عندك بقى شويه حاجات تانية، يعني مثلا عندك المستويات الاخرى، ده المستويات اللي هي اللي بيقول لك يعني انت في الليفل الكام ولعبت قد ايه وحاجات من دي برضه اهوت زي ما موجود قدامك. يعني انا مثلا خلصت المستوى الاول والمستوى الثاني، المفروض العب المستوى الثالث فانا بلعبه عادي. والنجوم عندك برضه هيت عشان تعرف عدد النجوم، وهنا برضه عشان تعرف عدد النجوم. ودي برضو اللي هي الفصول، الفصل الاول الفصل التاني. طبعا انا في الفصل الاول اللي لسه لي كذا فصل اهوت، وطبعا بيتجددوا وبيكتروا اكتر من كده، يعني مش هم 12 فصل بس. يعني نعمل مثلا بدء الان فبتبدا تلعب في اللعبه على طول. فطبعا في حاجه كمان اسمها المسام. المسام ديت اللي هي الشكل بتاع اللعبه، يعني انت تقدر تغيرها. علشان تغير الشكل لازم تشاهد اعلان. يعني مثلا انا عايز الشكل الصحراء دي، لو ضغطت على كلمه فتح فبيظهر لي اعلان، بسمع الاعلان وبلاقي الشكل بدا يظهر. الشكل ده اللي هو المنظر بتاع اللعبه ده بيبدا يتغير. في عندك حاجه اسمها الزي دي اللي هو الملابس اللي البنت والرجل اللي لابسينهم، تمام. الزي مثلا تقدر تغير لها شعرها، تقدر هو رخر هو تغير له شعره، والملابس بتاعتهم زي ما موجود تحت اهوت، وتظبط يعني انت اللعبه زي ما انت عايز. وطبعا ايقونه الخزنه اللي هي موجوده فوقهم ديت، الايقونه ديت انت بتجمع مثلا 12 نجمه، بعد ما بتجمع ال 12 نجمه بيبدا ينضاف ليك الفلوس من العمله الخضراء، بتبدا تجمعهم هنا. وبعد ما بتخلص تجميعهم هو المفروض بيقول لك فك تجميد مجاني مره واحده يوميا بعد اجتياز المستوى. انت المفروض تجمع 10، انا مجمع 2 بس اللي هي المستويات يعني. بعد ما بتجمع بتعمل مبايعه وبعدين بتحطها هنا، وبعدين بتعمل فك تجميع المجاني، فعلى طول بتحصل على 25 من العمله الخضراء و1420 من العمله الذهبيه، وهكذا. يعني بتدانيك تلعب اللعبه، واللعبه كلها مرتبطه ببعضها. يعني انت بتلعب اللعبه وهي بتجمع لك ده كله، يعني مش هتعوز منك اي مجهود. في فوقها على طول بقى اللي هي الكاس ده، لو ضغطنا عليه في عندك طبعا بيجي لك هنا نظام صندوق، بس انا استلمته فبتضغط عليه فبتستلم مكافاه على طول، تمام. وطبعا هنا دي المستويات، يعني الناس اللي هي متفوقه في اللعبه بيجي لك اول شخص اهوت ده متفوق، تمام. وطبعا في عد تنازلي زي ما موجود قدامك اهوت. العد التنازلي دي بيخلص بيبداوا اللعبه على طول تلقائي، تبدا ترتب الناس حسب لعبهم يعني في اللعبه، تمام. فنضغط على السهم ده تاني
اما الايقونتين اللي هما موجودين فوق دول يا صديقي، الايقونتين دول طبعا انت بتنفذهم وانت بتنفذ المهمات اليوميه، يعني ما تعملش فيهم حاجه. اما الايقونه اللي بعدها على طول دي بتاعت كود الدعوه، يعني ممكن تخلي صديقك يدخل لنا كود الدعوه او في المكان اللي قلت لكم عليه سابقا. وبعد ما شرحت لكم اللعبه والايقونات اللي موجوده في اللعبه، دلوقتي تعالوا نخش ونشوف طرق السحب الموجوده في العمله الخضراء والعمله الذهبيه. اول ما نضغط على العمله الخضراء هيظهر لك الواجهه دي. طبعا اقل حد ادنى اللي تقدر تسحبه 480 واكثر حاجه 14000. وطبعا لو جمعت 960 بتاخد 2% زيادة، ولو جمعت 1900 تاخد 5% زيادة، ولو جمعت 14000 بتاخد 10% زيادة حسب المبلغ يعني اللي انت بتسحبه. دلوقتي بقى ازاي ندخل الرقم اللي احنا هنسحب عليه، سواء احنا نسحب من على المحفظة الالكترونية او الباي بال، لان هم دول طرق السحب الموجودة. لو ضغطنا على طريقة السحب فبيظهر لك كل طرق السحب، هي تشوف الطريقة المناسبة ليك وتقدر تدخلها. يعني بتضغط على القلم اللي موجود ده وبعدين بتدخل الرقم بتاعك والاسم وبتعمل يتأكد، وعلى طول بتبدأ انك تدخل طريقة السحب وتعمل الحد الادنى للسحب وبعدين تضغط عليه وبتعمل يسحب، وعلى طول الفلوس بتوصل لك بعد. بس انا معرفش في هل في مهام تانية لازم تعملها لما بتيجي تسحب عملة خضراء ولا لا، فانا هعمل لك فيديو تاني ازاي تسحب العملة الخضراء. وطبعا هنضغط على السهم ده تاني عشان اقول لك ازاي تسحب العملة الذهبية، ونضغط على العملة الذهبية. وبعد ما تخش على العمله الذهبيه، طبعا انا ما معيش ولا عمله من العملات الذهبيه. وطبعا في قاعده اساسيه هنا بيقول لك ال 10000 من العمله الذهبيه بيساوي 10 جنيه. بعد ما بتجمع ال 10 جنيه دي للحد الادنى يعني بتعمل يسحب. ازاي بقى بتدخل طريقه السحب؟ بتضغط على طريقه السحب وبتدخل طريقه السحب زي ما قلت لك اللي هي اورانج كاش، فودافون كاش، اتصالات كاش، البي بال. تشوف طريقه السحب المناسبه ليك وبعدين بتعمل سحب كل شيء، فالفلوس بتوصل لك على طول، لان العمله الذهبيه ما فيهاش اي شروط. اما العمله الخضراء بتهيالي كده ان هي فيها شروط، بس ما اعرفش، ما اتاكدتش يعني، ما لسه ما سحبتش من اللعبه، فاعمل لكم برضو اثبات سحب من اللعبه. وده كان نهايه الفيديو، فما تنساش العمل بالله وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتصلي على سيدنا محمد في التعليقات. وبالتوفيق للجميع، سلام.